حول هذا الموضوع معنا سيد البشير محمد لحسن، باحث في الإعلام في جامعة إشبيلية. أهلا بك سيد لحسن. الاجتماع يعقد برعاية الولايات المتحدة في مقر السفارة الأمريكية في مدريد. ما دلالة هذه الرعاية؟ هل سيسوى الملف الآن تحت إشراف واشنطن وخرج من يد الأمم المتحدة؟ أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. أهلا بك. في الحقيقة اللقاء التشاوري يكتنفه الكثير من الغموض والسرية التامة. يكفي أن نشير إلى أن الإدارة الأمريكية ارتأت أن يكون اللقاء في السفارة الأمريكية بمدريد وليس بمقر وزارة الخارجية أو أي مكان آخر يمكن أن تحدده الدولة المضيفة له وهي إسبانيا. لذلك المشاورات ارتأت الإدارة الأمريكية أن تحاط بالكثير من السرية، وهي الجلسة الثانية بعد الجلسة التي عقدت في الولايات المتحدة الأمريكية نفسها. وهذه الجلسة كانت بحضور الطرفين المباشرين المغرب وجبهة البوليساريو والأطراف الملاحظة موريتانيا والجزائر. لا يمكن الحديث إطلاقا عن أي تقدم أو عن أي فحوى هذه المشاورات، لأنه كما ذكرنا الإدارة الأمريكية تحيطها بالكثير من السرية وتمنع أي تسريب، وحتى الدولة المضيفة نفسها لا تمتلك أي معلومات، أو حتى الصحافة الإسبانية لم تشر إلى أي معلومات بشأن هذا اللقاء أو بشأن النقاط المطروحة أو مستوى التقدم بمقارنة مع اللقاء الماضي. فيما يخص الأمم المتحدة ودورها، نذكر أن المبعوث الأممي الخاص بالصحراء الغربية ستيفان دي مستورة موجود وتم استدعائه لهذا اللقاء، بالإضافة أيضا إلى السفير الأمريكي في الأمم المتحدة والأطراف المعنية بشكل مباشر. كما تفعل الإدارة الأمريكية، سحبت البساط بطبيعة الحال من الأمم المتحدة في ملفات أخرى. في الملف الفلسطيني على سبيل المثال قطاع غزة، رأينا الاتفاق تم تهميش دور الأمم المتحدة. في القضايا الدولية الراهنة كالحرب الروسية على أوكرانيا أيضا تم تهميش دور الأمم المتحدة. وهذه خصوصية ترامب نفسه في قيادة المفاوضات في القضايا التي يتدخل فيها. الأمر لا ينطبق فقط على الأمم المتحدة، بل حتى وزارة الخارجية الأمريكية نفسها دورها مهمش للغاية في سواء في قضية الصحراء الغربية أو في القضايا الأخرى، حيث يقود جهود الوساطة مبعوثي ترامب الشخصيين طيب. دون أن يكون هناك دور لوزارة الخارجية الأمريكية بشكل مباشر. طيب، من خلال المعطيات المعلنة، ما الذي مكن واشنطن وربما مدريد أيضا من إقناع الجزائر والبوليساريو بالجلوس على طاولة واحدة مع المغرب والبحث في مقترح الحكم الذاتي حصرا وفق ما كشف عنه الإعلام الإسباني؟ نعم، الإعلام الإسباني ما تحدث عنه ليس أن هناك محادثات تخص الحكم الذاتي فقط. فحوى هذه المحادثات كما ذكرنا يحاط بالسرية التامة، والإدارة الأمريكية فرضت على إسبانيا أن لا يكون على سبيل المثال في وزارة الخارجية اللقاء أو في أي فندق أو في أي منطقة أخرى، فرضت أن يكون حصرا في مقر السفارة الأمريكية بمدريد، وذلك لضمان السرية التامة. لا أحد يعرف، ولا حتى الصحافة الإسبانية التي سربت الحدث صحيفة الكونفيدنتيال لم تتحدث عن أي فحوى لهذه المحادثات. لا أحد يعرف إطلاقا، حتى الوفود نفسها تلتزم بنوع من السرية رهيب جدا. لا الطرف المغربي ولا الطرف الصحراوي ولا الطرف ولا الجزائر أو موريتانيا أو حتى إسبانيا لم يصدر عن أي منهما أي شيء فيما يخص ما الذي طرح. صحيح أن الصحيفة الإسبانية التي سربت الحدث تحدثت عن أن المغرب قدم مقترح موسع من 40 صفحة بعد ما كان في 3 صفحات حسب ما سربت الصحافة بطبيعة الحال. لكن هل تمت مناقشة الموضوع؟ هل كانت هناك أصلا محادثات مباشرة بين جبهة البوليساريو والمغرب، أم أن الأمر يتم عن طريق الوساطة؟ ما هي نوع هذه المحادثات؟ ما الذي طرح؟ ما هو أقصى سقف؟ لذلك كل هذه الأمور شكرا. لا تزال مجهولة، لم يرشح أي شيء إطلاقا. أما بخصوص قدرة الولايات المتحدة، فالولايات المتحدة الأمريكية تستطيع جمع أي أطراف تريدها، لأنه هناك أولا مصلحة لدى الأطراف للبحث عن حل، ولا يريد أي طرف أن يوسم بأنه هو المعرقل أو المعطل، بالإضافة إلى أن إدارة ترامب هي إدارة مزاجية ولا يريد أي طرف إغضابها أو الظهور بمظهر المعرقل، لأن هناك مساعي جدية، والإدارة الأمريكية يبدو أنها في عجلة من أمرها، تريد أن يكون هناك اتفاق بأقصى سرعة. لكن شكل الاتفاق ونوعه
وسقف شكرا كل لك. طرف والمطالب، وهذا كله لا يزال مجهول لحد الآن، والإدارة الأمريكية تفرض سرية تامة على الطرفين في السيد المفاوضات. البشير محمد الحسن، باحث في الإعلام في جامعة إشبيلية، شكرا جزيلا لك.